السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صوت أهلاوي، حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. جمعة وبركة عليكم جميعا، وإن شاء الله الجمعة دي أحسن من اللي فاتت، واللي جايين أحسن من النهاردة، وإن شاء الله أيامكم كلها خير وصحة وسلامة وسعادة. تعالى نتكلم في موضوعاتنا سريعا. ومفاجأة الشناوي طبعا بنجدد تعازينا لمحمد الشناوي في وفاة والده، ولكن الشناوي فعلا يعني مش عايز اقول انه تغلب على احزانه. قصة تغلب على احزانه دي صعبة قوي، لان حد بيفقد والده او والدته بيبقى بياخد وقت طويل جدا عشان بس مجرد انه يقدر يتعايش، ولكن هو تجاوز النقطة دي علشان يركز في شغله وانه يكون موجود وتحت امر الجهاز الفني للنادي الاهلي في مباراه غزل المحله. ومش بس شارك في التمرين النهارده، ده شارك في تمرين منفرد امبارح علشان يكون جاهز وحاضر ويقدر انه يشارك في المباراه. كل التوفيق لمحمد الشناوي، وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي في المحله وجمهور غزل المحله هيقدموا ملحمه لمحمد الشناوي في المدرجات علشان يعزوه ويقفوا في ظهره ويقفوا جنبه، والموضوع ده مفهوش انتماءات. كل التوفيق لمحمد الشناوي باذن الله. بمناسبه التدريبات، الراجل النهارده تمرينه كانت من 10:30 لحد الساعه 12، تمرينه بدنيه فنيه قويه جدا، تقدر تقول انه يعني بشكل كبير استقر على الفرقه او التشكيل اللي هيواجه غزل المحله. وخد بالك الراجل بدا يلجا لفكره التثبيت بقى، ان هو اللعيبه الاساسيه بالنسبه له بقت عامله ازاي، خاصه في الشق الامامي بعيدا عن الازمات اللي موجوده في الدفاع. لو هتقول لي اللي انت شايفه من التقسيمه ايه، اللي انا شايفه من التقسيمه او اللي انا عارفه واللي واضح من تفكير الراجل، ان الراجل معتمد على الرباعي اللي بقول لك عليه ده. ولكن انا مش بقول لك ان هو ده اللي هيلعب الماتش، انا بقول لك ده اللي كان اكتر ثباتا في التقسيمه، كان بيحاول يعدل يشيل ده ويحط ده. ولكن اللي اكتر مده في التقسيمه كان الرباعي اللي انا هقول لك عليه. في ناحيه اليمين كريم فؤاد، ناحيه الشمال احمد نبيل كوكا، في قلب الدفاع احمد رمضان بيكهام واشرف داري. هو ده الرباعي اللي كان اكتر تواجدا في التقسيمه جنب بعض. الراجل كان بيعدل ويبدل، كان بيجيب كريم فؤاد برضه ناحيه الشمال، كان بيلعب بعمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين، كان بيحط مصطفى العش جنب اشرف داري، كان بيبدل بعض المراكز. ولكن الاكثر تواجدا جنب بعضه في التقسيمه هو الرباعي اللي انا قلت لك عليه. هل هو اللي هيلعب؟ غالبا، ولكن لسه قدامنا كام يوم قبل الماتش، ممكن الراجل يعيد حساباته، خاصة أن هناك نصيحة من الكابتن عماد النحاس بضرورة مشاركة مصطفى العش في المباراة. هو شايف ان مصطفى العش أجهز أحسن، وشايف ان مصطفى العش نظرا لأنه عارف طبيعة الملعب وياما لعب على الملعب وجاهز، وانت لما بتحتاجه في اي ظروف بيبقى موجود. فالراجل شايف ان مصطفى العش يبقى موجود ناحيه الشمال او موجود جنب اشرف داري افضل من انه يلعب احمد رمضان بيكهام. هو عايز مصطفى العش يكون في خط الدفاع ايا كانت التركيبه اللي هتبقى عليها خط الدفاع. هل يستجيب ليه ريبيرو؟ كل شيء وارد. نيجي للمنطقه الاماميه اللي ما فيهاش اي خلاف على الاطلاق حتى الان، وان الراجل مثبت المجموعه اللي انا بقول لك عليها دي، وهي في وسط الملعب اليو ديانج، محمد علي بن رمضان، والكتله بقى اللي قدام زيزو على تريزيجيه على بن شرقي على محمد شريف. ليه؟ لان هم عملوا انسجام كويس قوي مع بعض، وبن شرقي وتألقه في المباراه الماضيه وقدرته على الاختراق واللعب بشكل مباشر على المرمى والمساعده مع الزمايل. وطبعا محمد علي بن رمضان حدث ولا حرج يعني. فان شاء الله كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي في مباراه غزل المحله، والريبيرو انه يوصل للتوليفه الافضل والامثل عشان يلعب. هو محمد الشناوي نسيت اقول لك الجزئيه دي، ايه سبب اصراره انه يكون موجود؟ راجل بيشتغل، ولكن اصلا كان مخطط وفقا للاتفاقات ان قبل حادث والد محمد الشناوي ربنا يرحمه، ان محمد الشناوي هو اللي هيبقى حارس النادي الاهلي الاساسي في مباراه غزل المحله.
فالشناوي مش عايز يفوت الفرصه دي. هو الشناوي في السن ده وفي الخبرات دي مش عايز يفوت فرصه، مش عايز يفوت فرصه، وعايز يفضل متواجد، وعايز يفضل هو الحارس الاساسي، وعايز يبقى هو حارس مصر الاول وحارس المنتخب. كل واحد وقناعاته وكل واحد ودوافعه. فكل التوفيق لمحمد الشناوي، ويظهر بالمستوى اللي احنا متعودين عليه منه، حارس مصر الاول، ويتجاوز اي ازمات سواء فنيه او معنويه ونفسيه. ده حبه كوره كده فيما يدور داخل النادي الاهلي. وخد بالك كان زي ما بقول لك كده ان كان في تخفيف احمال بدنيه للاعبين، وخاصه لجزء معين كان باين من قياسات الجي بي اس انه عايز يخفف عليه الامور شويه. لو تفتكر كنت قلت لك ان محمود حسن تريزيجيه وان اشرف داري كانوا محتاجين اليوم الراحه ده عشان الدنيا تهدى عندهم شويه. الحمد لله الدنيا هديت خالص وبقوا جاهزين وشاركوا بسبرنتات عاليه في التقسيمه النهارده، ولا خوف ان شاء الله ولا قلق عليهم، وباذن الله ربنا يكرم ويكونوا حاضرين معانا في مباراه غزل المحله. طيب، كلام كتير بيتقال دلوقتي، بيتقال لك انه هو انتوا ليه مصممين ان احمد عبد القادر بس هو اللي الزمالك بيكلمه في كلام مع حسين الشحات من بعض الناس الزملكاويه، عشان حسين الشحات بعد نهايه عقده مع النادي الاهلي الموسم ده ينتقل الى نادي الزمالك. والنادي الاهلي لم يتحدث مع حسين الشحات في مساله تجديد تعاقده، وان النادي الاهلي مهمل لحسين الشحات في تجديد التعاقد، فالشحات من ممكن انه يروح الزمالك. انا بس هجاوب لك على نقطه معينه جدا، وانا سالت الحقيقه، يعني سالت هو حسين الشحات مش ضمن مخططات النادي الاهلي في تجديد التعاقد، بعيدا عن قصه ان الزمالك بيفاوض ولا لا. اصل هتيجي تقول لي الزمالك بيفاوض ولا لا، هقول لك لا، هبقى راجل مش منصف على الاطلاق يعني. لان الزمالك مش هيكون قدامه حسين الشحات ويتقال ان في رجال اعمال عايزه تدخل في مساله قصف الجبهات يعني، وان هم جابوا لاعب من النادي الاهلي ونجم. حسين الشحات شئنا ام ابينا هو نجم، وانتقاله بالنسبه لهم انتقال يعني من ممكن يكون انتقال تاريخي. ده يعني هم اللي بيتكلموا على 2000 عشان جاب جون على مدافع، يعني على الله حكايته، فخلاص بقى هو الخليفه، وهو وخالد الغندور طلع يقول لك خليفتي ومش عارف مين وبتاع. هم قطتهم جمل. ف 2000 عمل لمستين بقى نجم، ما بالك بقى حسين الشحات صاحب الشماسي والكباري والكلام ده كله معاهم وقدامهم. لو راح نادي الزمالك هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى انتقال اسطوري، هيبقى انتقال تاريخي بالنسبه لهم. انا بكلمك على وجهه نظرهم هم يعني، واحنا برضو بنحب حسين الشحات. مين قال احنا ما بنحبش حسين الشحات؟ فبالتاكيد في كلام مع حسين الشحات، يعني انا واثق في ده بعيدا عن نفي اي حد. ولكن هل النادي الاهلي اهمل حسين الشحات؟ هل النادي الاهلي مش عايز حسين الشحات معاه؟ الكابتن محمود الخطيب شخصيا مكلم حسين الشحات في القصه دي. يعني الكابتن الخطيب راح كلم حسين الشحات؟ لا. حسين الشحات وقت ما كان جاي له عرض في فتره الانتقالات اللي فاتت دي قبل بدايه الموسم، الكابتن محمود الخطيب بلغ الشحات وبلغ اللعيبه، او طلع قرار من النادي ان مفيش حد ماشي. فالشحات بنفسه راح للكابتن الخطيب وقال له يا كابتن انا دلوقتي النادي رفض ان انا امشي في اي حته، وانا ملتزم بقرار النادي، انا معاكم ولا مش معاكم؟ ولو معاكم لو سمحت يا كابتن العقود اختلفت، وانا العقد بتاعي من اقل العقود دلوقتي اللي موجوده. فالكابتن محمود الخطيب قال له ما تقلقش يا حسين، كل حاجه في وقتها، انت موجود معانا وعقدك هيتعدل ومحطوط في الخطه بتاعته. اذا هناك وعد قاطع وصريح من الكابتن محمود الخطيب لحسين الشحات بتعديل وتجديد التعاقد في الفتره المقبله. فالموضوع منتهي بالنسبه لحسين الشحات. عشان كده لما عرفت، او لما حسين الشحات ناس وسطاء كلموه قال لهم لا، يعني انا منتظر ان النادي الاهلي هيجدد تعاقدي في الفتره اللي جايه، فخلينا ننتظر ونشوف. ايه ده يعني حسين الشحات ما رفضش انه يروح الزمالك؟ ولكن انا منتظر واشوف، هننتظر تجديد تعاقده مع النادي الاهلي. طب الشحات يقدر يدي؟ يقدر يدي، بس انا نفسي الشحات يفوق نفسه بقى، يجدد الدوافع بتاعته. وعلى فكره ما علمتوا ان الريبيرو نفسه اوصى بان حسين الشحات يكون موجود مع النادي الاهلي.
وان ريبيرو عايزه موجود في الفرقه، وان الشحات ليه دور مع الراجل ده بشكل كبير جدا، لانه حاطط الشحات في 3 مراكز في حساباته انه يكون كبديل. عشان ما اكونش اكدب عليك، هو حاطط في حساباته ان لو احتجت حد في الجناح الشمال حسين الشحات موجود، لو احتجت حد في حته تحت راس الحربه حسين الشحات موجود، لو احتجت حد جناح يمين موجود. اللي لسه ما يعرفوش طبعا ان الشحات من الممكن كمان يلعب باك يمين. فزي ما بقول لك هو لعيب جوكر انت المفروض ما تخسروش، دي وجهه نظر انا، ولكن بشرط ان الشحات يجدد دوافعه كده معانا ويبقى موجود معانا. انا بس بتكلم في جزئيه ان الزملكاويه لما كنت بتكلم في حته ان هم بيفخموا الناس بتوعهم. ايه راي الناس الاهلاويه في عدي الدباغ حتى الان؟ في تحركاته وفي لمساته في تواجده. او عدي الدباغ ده ناس كتير جدا من الاهلاويه هاجمتنا احنا شخصيا عشان ما كناش مع تعاقد النادي الاهلي مع عدي الدباغ. كنا بنقول يا جماعه عدي الدباغ فقد كتير من مستواه، حتى لو احتجت او انت ضميته هتاخد وقت طويل عشان ترجعه لمستواه ويرجع. لو رجع في مستواه من ممكن يرجع في انديه، ما يرجعش مع النادي الاهلي. ان احنا جمهور ونادي ما بنصبرش على حد. ايوه انا بقول لك احنا ما بنصبرش على حد. احنا المجري الصاروخ وهو بينطلق عايزينه ينطلق مباشره، ما بتستناش على حد يقف في محطته وتعالجه. فما كناش هنصبر عليه، وقلت لك مش هتصبر عليه. بص عدي الدباغ عامل ازاي. بص امبارح الاعلام بص هقول لك على حاجه، تريقت زوجة سيف الدين الجزيري على عدي الدباغ واحنا عارفين. قالت لك ايه؟ سامسونج برو ماكس. كاتبه كده على الانستجرام سامسونج برو ماكس، يعني مش بس سامسونج، لا ده سامسونج برو ماكس. هو حد اتكلم او ناقش في الاعلام مستوى عدي الدباغ؟ حد اتكلم عنه؟ طب حد اتكلم عن التريقه دي؟ مش هيحصل. طب لو في الاهلي والله العظيم كانت يعني زوجة علي معلول بتعمل بعض الكلام وتلاقي الناس تقلب الدنيا عليها والاعلام يجيب الانستجرام ويصوروا ويبروزوا ويقولوا ما ينفعش وزوجة اللعيبه تخش في الحياه الشخصيه وايه ده ومش ايه ده، وخلي مش عارف معلول يلم الناس اللي عنده والكلام اللي كان بيحصل. طب بالنسبه لسامسونج برو ماكس ما جاش. والحقيقه يعني هو فين احسن 9 في مصر؟ ولا بقى ناصر منسي احسن 9 في مصر، ولا سيف الجزيري، ولا هي ناس حقيقه فعلا مضحكه في ردود افعالهم. زي الكابتن ايمن يونس مثلا، يعني قال لك انا بقول اهو قطر الزمالك طلع، فبقول لدجله وفاركو ان هم يخافوا. والحقيقه انا بهني الكابتن الكابتن ايمن يونس، مصطفى يونس من ايمن يونس، يعني هي كل واحد يعني على طريقته. قال لك انا بهني او بقول قطر الزمالك طلع، فبقول لدجله وفاركو ان هم يخافوا. فعلا الكابتن ايمن يونس ما كدبش على دجله وفاركو ان هم يخافوا، لانه اتكلم على ناس في المنافسه هم اللي اقرب منه الحقيقه، او الناس اللي ممكن يعني ايه، مش هقول لك يعني معاه في نفس المرتبه. يعني انا كنت اعتقد كان ممكن يقول سيراميكا المصري، لان الحقيقه سكواد الزمالك والمدير الفني بتاع الزمالك والاداء اللي بيأديه الزمالك هفكرك انه اخره يحافظ على المركز الثالث او ينافس، يدي كتف كده البيراميدز على المركز الثاني، في ظل ان بيراميدز متعثر ومش ظاهر بالشكل اللي انت متخيله منذ تتويجه بدوري ابطال افريقيا. حلو كده؟ فانت كده تمام يا كابتن ايمن، مش محتاجين منك اكتر من كده. تعالى بقى على القنبله اللي فجرها ورماها الاستاذ ابراهيم المنيسي في الفيديو بتاعه امبارح. قنبله بكل ما تحملها الكلمه من معنى، وهي اتكلم في جزئيه في ملفين في منتهى الخطوره. قال لك ايه بقى؟ الراجل قال لك ان اللائحه الخاصه بتفسير قانون الرياضه، تعديلات قانون الرياضه، وزير الشباب والرياضه مش هيستنى المهله 3 شهور، بالعكس ده هيطلع اللائحه يوم الحد اللي جاي. بتقول ايه؟ يوم الحد الجاي؟ قال لك يوم الحد الجاي. ده معنى كده انك لو طلعت اللائحه يوم الحد الجاي، النادي زي النادي الاهلي بعد اسبوعين يعلن
عن الجمعيه العموميه غير العاديه عشان يعدل اللائحه بتاعته، ثم بعد ما يعدل اللائحه يعني يدعو مباشره للانتخابات، وانتخابات النادي الاهلي تبقى في شهر 11. يبقى تحقق ما اراد النادي الاهلي، وان النادي الاهلي مش عايز يقعد يوم زياده عن المده بتاعت الاربع سنين الا وهو مجلس منتخب. حلو كده، يبقى الدنيا زبادي في الخلاط، يوم الحد الجاي يعلن وتمشي زي ما قلت لك بنفس التسلسل ده. ولكن القنبلتين جاءوا كالاتي. الاولى، الاستاذ ابراهيم منيسي قال في الفيديو بتاعه ان علشان الجمعيات العموميه غير العاديه تنعقد في اللائحه اللي بيطلعها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، قال لك ايه بقى؟ قال لك ان لازم 50% من اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يحضروا علشان يوافقوا على اجراء تعديلات على اللائحه. انت متخيل الرقم؟ انت متخيل الرقم؟ قال لك وفي حاله عدم الانعقاد إيه اللي يحصل؟ يتم اللجوء الى اللائحه الخاصه بالوزاره. دي كارثه. كارثه ليه؟ لان اللائحه الخاصه بالوزاره بتقول حاجات كتيره جدا، اكبر قنبله فيها هي ان مفيش انتخابات لا على رئيس مجلس الاداره ولا على نائب الرئيس ولا على امين الصندوق. امال ايه؟ قال لك لا، ده انتخابات قايمه كده، الناس تنزل وبعدين الناس من جوه المجلس اللي ينجح هو اللي يختار رئيسه، وهو اللي يختار بالتصويت طبعا داخل المجلس نائب الرئيس، وهو اللي يختار امين الصندوق. دي كارثه، دي فضيحه، وهقول لك ليه وهقول لك تفاصيلها وهقول لك كل حاجه. سالت الناس في النادي الاهلي عشان اكون منصف، هو ايه اللي هيحصل بالشكل ده؟ يعني ازاي انت تعمل كده ازاي؟ قال لك بص، احنا اللائحه بتاعتنا في الجمعيه العموميه وسالنا، وكان الموضوع مسار اخذ ورد مع الناس، فعرفنا ان كان في تفكير في القصه دي، ولكن مش هيحصل. قلت له مش هيحصل ازاي؟ قال لك لا، احنا الجمعيه العموميه بتاعت التعديلات هتنعقد ب 5000 عضو. قلت ازاي؟ قال لك وفقا للقانون الجديد ان المفروض مكتوب فيها ان بعيدا بقى عن التعديلات اللي هتطلع، لان خلاص الوزاره هتمسك وعدت ان الكلام اللي اقول لك عليه ده في التعديلات هو اللي هيحصل. القانون بيقول ان الجمعيه العموميه غير العاديه تنعقد بنص 50% للجمعيه العموميه. بمعنى النادي الاهلي عنده اللي ليهم حق التصويت قول 140,000 عضو، المفروض النص بتاعها ال 50% كام؟ 70,000 عضو. الجمعيه العموميه غير العاديه تنعقد بكام؟ 35,000 عضو. يعني هتقسم ال 50% لربع كمان، يبقى 35,000 عضو. بس في القانون كان بيقول لك ان الجمعيه العموميه تنعقد بنص ال 50% اللي حق التصويت او 10,000 عضو ايهما اقرب، اللي هو 50% او ايهما اقرب. هما بقى كانوا هينصصوا في اللائحه ال 50% فيخليهم 35,000. طب انت ليه بتحط النص على ال 50%؟ ال 50% ما تحط النص على 10,000. فقال لك هم خلاص هيستجيبوا لموضوع النص ال 10,000، ويبقى الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي اللي تنعقد تبقى 5000 عضو. فالنادي الاهلي عامل حسابه وعنده تاكيدات ان الجمعيه العموميه بتاعته هتنعقد ب 5000 عضو. 5000 عضو. حلو. اذا النادي الاهلي من حقه انه يحط اللائحه بتاعته وفقا للنظام بتاعه. قال لك لا، ما هو من ضمن البنود اللي موجوده والتعديلات اللي طالعه في اللائحه المفسره للقانون ان الاعضاء هم اعضاء ومن جوه ينتخبوا من جواه. يعني ايه؟
انت بتحجر عليا كجمعيه عموميه ان انا اللي اختار الرئيس بتاعي؟ الراجل اللي هيمسك المجموعه واللي يكون مسيطر على المجموعه واللي يكون رايه مرجح للمجموعه، مش الاعضاء اللي يكونوا موجودين هم اللي يحكموا بيها. انا عضو الجمعيه العموميه اللي اختار مين يعمل لي ده. انا مش فاهم هو كل ده ليه كل ده ليه؟ يعني كل ده عايز ولاء الخطيب يكون لمين؟ انا نفسي افهم. هو كده هتيجي تقول الخطيب يا عم ايه بقى خلاص بقى يا باشا ال8 سنين ما كان معمول عشان الخطيب، ولولا الاعلام واصواتنا والكلام ده كله وان احنا قلنا ان ده غير دستوري وغير منطقي وغير ما كانش اتعدلت. انت عايز ايه بقى؟ يعني انت محتاج ايه من الخطيب او مجلس اداره النادي الاهلي؟ ما هو كل النخوره دي مش معموله غير عشان كده. انا نفسي افهم النخوره دي بتتم ليه؟ يعني زي ما انتوا بتنخوروا دلوقتي علشان تحلوا ازمه ارض الزمالك وبتحلوها وهتحلوها وهترجعوها، انت بتنخور عشان انا ما كنتش مستقر. ده شيء اعجب من العجب. انت مالك يا سيدي؟ مكتور عمر الانتخابات رئيس ونايب وامين صندوق واعضاء. انت بتخترع ليه؟ الاختراعات دي ليه؟ وبعدين ما الاختراعات دي مش موجوده في قانون الرياضه. انت عايز تطلع اللائحه المفسره التنفيذيه على هواك على كيفك على مزاجك. طب ما ده غير دستوري، واي حد يطعن عليها بعدم الدستوريه يبقى واضح جدا. انت عايز يكون مثلا ولاء الخطيب للاعضاء بتوع المجلس اللي جابوه مش لجمعيته العموميه؟ ولا انت عايز تحط قيد على الخطيب من الاعضاء بعدد قليل؟ يعني ايه؟ طيب لو قدرنا وقلنا ان وفقا للقانون ان مجلس الاداره بقى من 7 ل 14 عضو، فاحنا قلنا بالشكل ده يعني زي ما انت عايز، فاحنا قلنا ان النادي الاهلي قرر انه يعمل 10 اعضاء، يبقى من جواهم رئيس امين صندوق ثم نائب رئيس. الاعضاء دول هم اللي بيختاروا نائب رئيس، هم اللي بيختاروا الرئيس، هم اللي بيختاروا امين صندوق. فاي حد ايا كان من هو قدر يستقطب 4 5 من جوه، طول الوقت هيبقوا ايه؟ ضاغطين على الراجل ده، ضاغطين على الرئيس. استقطاب العضو او استقطاب الناس دي سهل. ليه؟ ما هو طبيعي اللي هيكون ليه الملكه انه يختار الرئيس هو اللي ليه الملكه انه يشيل الرئيس عادي. يعني مثلا لو 4 5 اعضاء في ظل اللائحه دي مش عاجبهم محمود الخطيب، مش عاجبهم رئيس النادي الاهلي، شيل يا عم، ندعو لاجتماع مجلس الاداره ونحط في البند بتاعه جدول الاعمال ان احنا عايزين نعيد التصويت على كرسي رئيس مجلس الاداره لظروف ما، ويحطوا اي ظروف، تصويت 4 5 شكرا السلام عليكم، اركن على جنب نجيب واحد منهم. هي بقى ليه الفوضى دي؟ ليه الفوضى؟ ما احنا خد بالك انا مش شايف البنود دي، ولكن الوضع الحالي يقول ان ده وضع من الممكن انه يحصل. طب ليه انت بتحط لي لغم جوه مجلس الاداره؟ ليه؟ ده حقل الغام. وحتى لو انت مش هتسيب دي تتعمل، انا بسال سؤال، هو الطرح ده من الممكن انه يكون موجود في التعديلات؟ لو الطرح ده موجود في التعديلات تبقى فضيحه يا معالي الوزير، تبقى فضيحه. ما احنا بنسال، احنا كل كلامنا دلوقتي مجرد اسئله، لان التعديلات دي طلعت عن طريق الاعلام، عن طريق اعلامي طلع وفجر القضيه وقلت لا في حته ال 5000 عضو ولا 50000 عضو دي، لا الاهلي هيبقى عام 5000 عضو، ولكن ما حدش رد في حته ان مفيش رئيس ومفيش امين صندوق ومفيش نائب. وبعدين ده انت في القانون بتاعك بتقول ان كل واحد من حقه على كرسي واحد انه يقعد 3 دورات. طب لما انت بتقر في القانون ان في كراسي داخل مجلس الاداره وفقا للانتخابات، جاي في التعديلات بتاعتك بتقول ان مفيش كراسي وهم اعضاء وهم يختاروا من بينهم ومن بعض. ايه الفوضى دي؟ وليه؟ ليه مصممين نيجي على حق الجمعيه العموميه؟ ليه مصممين ان احنا نخترع تعديلات مش موجود ليها اساس
في الواقع ولا اساس من العمليه يعني. وليه تخلي رئيس النادي او نائب الرئيس او امين الصندوق تحت رحمه جزء صغير جدا من الاعضاء؟ ليه؟ ليه اصلا؟ وليه دايما حاطه تحت ضغط؟ ما تحطه يا عم تحت ضغط الصندوق بتاع الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هي اللي اختارته. طول عمرنا نعرف مجلس الخطيب، مجلس حسن حمدي، في اتحاد الكره مجلس انا ابو ريده، مجلس جمال علام. ما هو في الاخر هو المسؤول، هو الصوره، لان الناس هم اللي اختارته، لان الجمعيه العموميه اللي اختارته. انت بتعمل كده ليه؟ مش نفسي حد يطلع يرد علينا، ومنتظرين اي رد عادي، وانا منفتح على ان انا اسمع اي رد من حد من الوزاره عادي، بس قولوا لنا الكلام ده صح ولا غلط. ودي اسئله بنسالها وبنطرحها للناس، منتظرين حد يجاوب. فهل من مجيب؟ انا بقالي 5 ايام عمال اسال اسئله والناس يعني بتستخبى من الاجابات. فده سؤال سهل اعتقد اهو، مش صعب. انا اعترف معاك ان انا اسئلتي كانت صعبه الفتره اللي فاتت، لكنها كانت من المقرر، بس مقرر الحق، مقرر العدل، مقرر الانصاف اللي مش موجود اصلا. مش موجود. عارف ليه؟ لان الناس بسبب الاستثناءات اعتادت ان الاستثناء هو الاصل، والاصل يبقى عيب. حلو كده؟ وان الخروج عن القانون وعدم احترام القانون هو الطبيعي، وتطبيق القانون هو المؤامرة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.